المغاربه عاود يقول له من الرقاده لبني موسى تحت فاطمه ما كانش القاضي المستعمر صافي غادي يمشي هذا هو الغز، ولكن هما كيوصلوه بطريقه النصارى كيتفرجوا بصح ما عارفين كاع واش راهم يقولوا. ركب المهولني شق الجبال حتى بقى ولي اللي ركب سكينه ولي وفيها بزاف. وخصنا العمطار ما الليل وبالنهار وهادي راها في جبال بركان. يا حسراه الرقاده وفي جوان وحسراه الفول والجلبان. حسراه يا جبال زقزل، حسراه يا جبال زلزل والما يجري مع المزاح في ارض الوطن. والزيار في غار الحمامة وغار الجمال. وزيد عاد ويلا زدت بني عبد الكريم وبني وشكرات تلقى النعناع والبسباس والقصبر في الواد. اليوم تطلع لبني بوغلم ويقيس غير الهم. ما بقى يعيش لا حيوان وما يعيش تحت القرد وكتلك الجليد والبرد. خاطر خونا عبد اللطيف النوري، تحيات الشيخ سيمو والشيخ بوطيبه والشيخ الزيكا في خاطر الشيخ احمد طوار الزمر. الفرح احبابي مثل قمح المرواني سعدت لي كيله وقدا صلاح. هذه كبرى وزياخه الاحبابنا اللي يحبونا وخويا عبد اللطيف من الكبار. بالزيقة هذا بالزيقة اصلا من فزوان بس عليه يخدم معنا في بركان. كان في جبال بني زناسن وخوال مكان. وراه عندنا معاه خوا وراه يسكن اليوم في جراوه. وهادي نعطيوها له هديه وراه يجي عندنا الصباح ويروح العشيه. بخاطر كاع الحباب، بخاطر خونا عبد اللطيف القنوري والمتابعين دياله، خاطر حبابنا اللي يحبونا في كل مكان. سلم على وهرم بالله يا الغادي، سلم على سيد الهواري المشهور، سلم على الجزائر كلها تنادي، كل مقيم راه فيه مقبون. سلم على وجده وحبيبها الناظور، ودخل للجزائر عرض المجاهدين، باقي التاريخ يشهد على حربهم. فرنسا ما يعيشش فيها الفايقين واللي حاربوها محادية تحبهم. اداو دمنا وقسوا المجاهدين وباقي التاريخ يشهد على حربهم. أرض المغرب للجزائر ونولي، وأرض الملوك ربي وصلني. ألقوني الرجال بالعدل والإحسان، وفي أرض المغرب لقيت رجالي. السلام مخلفها الإمام وعالي ومخلفهم بالقلب ماشي باللسان. بهذا الكلام ربي نطقني. سلسلة مخلفها الإمام وعالي ومخلفهم بالقلب ماشي باللسان.
مشى لعب وبقى الولد متولي ومحمد من بعد محمد راه مولاي الحسن. والله الشيخ مدوار داخله ابن خياط يا واه الشيخ الزقاوة، هذه هدية وكرامة لحبابنا اللي يحبونا في كل مكان. هدية لخونا وحبيبنا عبد اللطيف والمتابعين دياله في خاطر المحبين ديال الشيخ السيمو وجماعته الزينة. قال لك يا خويا محبة ربي بلا خدع ولا سيات، وصفاو اليقين بيناتنا النية، واللي هضروا لحسوا قوة شتات خليهم في الغبان والعلية. ربي هو الراقب عالي الدرجات، هو الداري العالم بالخفية، اللي مليح مليح يستاهل الشيعات، واللي يشكر الدوني داك الارزية. هذه كبرى وزياخة المتابعين ديال خويا عبد اللطيف القنوري من حتى لوين راهم. وفي خاطر الشيوخ قرسيف، شيوخ بركان، شيوخ وجده، في خاطر الشيوخ ديال الجهه الشرقيه وطربين التسليم، وفي خاطر احبابنا اللي يحبونا. قال لك الخصله ما بين الرجال من دلده، والراجل الزين طايحه ما تجي عليه. الرجال الزينه تدي بهم الفايده، ومره عليك ومره عليه. الجايح جايح ما يفك عقده، والساجي بلا ما توصيه. هذه في خاطر الجماعه الزينه، وفي خاطر خونا والشيخ ميلود بن سريه، في خاطر الشيخ بوطيبه، الشيخ بالزيقه، في خاطر الشيخ مصطفى والمشيخه طولمون، في خاطر الشيخ حمد. قال لك واحد نسيناه والشيطان نعناه، في خاطر خويا حمد من حتى الوين راه. تحية لحبابنا المشيخة الشيوخ ديال الجزائرية، واحد ولا فيهم التالي، والله يرحم اللي ماتوا، والله يشد في الحيين. وتحية كاع المشيخة سواء في شرق المملكة المغربية أو في غرب الجزائر، تحياتي لهم. الرقادة راه الأصل ديالها من بني زناسن، من بركان، من الجبال ديال بني زناسن. فاش كانت بكري المقاومة كانوا كيتغناو بها، كيديروا أغاني قصائد المقاومة، كيكتبوا قصائد ويوصلوا ميساجات غير بالفن على حساب يعني المستعمر، فهمت يعني بحال نقولوا رقب نهون الجبال تا وقولي. يعني هذا راه اللغز في حد ذاته، اللغز يعني لو كان نجيو نشوفوا كانوا يوصلوا واحد الميساج للاصدقاء المقاومين ديالهم. يعني بالنسبه للرقصه ديال النهاري، هي في الاصل الصراحه هي مولاد النهار. عندنا ولاد النهار في شرق المملكه، وعندنا في غرب الجزائر. غير يعني كان اختلاف في الايقاع وفي التطوير ديالها، هذا هو اللي كان اختلاف في الايقاع. فعلا كان اختلاف في الايقاع. وبالنسبه يعني الجزائر معروفه بالمشيخه بفن الراي. يعني الصراحه فن الراي هو اللي يعني خرج من الجزائر. اليوم كان يعني كما نقولوا الشاب خالد كان مغنيين كبار ديال الراي. يعني الاغلبيه ديال الاغاني ديالهم الكلمات تقريبا غير يعني عند المشيخه، يعني بالاصل ديالها مشيخه. اصلا الراي الاصل ديالهم مشيخه. كان اللي كيتغنى على هذه بحال الاستاذ الكبير الله يطول في عمره محمد بالخياطي، الشيخ المازوني الله يرحمه، الشيخ الفراري، الشيخ المدني، الشيخ رابح درياسه الله يرحمه برحمه الله. الجزائر كانوا الشيوخ ديالهم في الاستعمار يديروا حلقه كيقول له ما دهش ما تخاف، والاستقلالي ما بقاش بزاف. سمع يا الخضر ووصل هذه الرساله للجبل، يعني في الحلقه. ولكن هو راه عطى لهم هذيك البريات، وصل للمقاومه. وهذا
كما قال لك الشيخ شيمو. وكنمشي من بعد المغاربه عاود يقول له من الرقاده لبني موسم تحت فاطمه ما كانش القاضي المستعمر صافي غادي يمشي. هذا هو الغزو، ولكن هما كيوصلوه بطريقه النصارى كيتفرجوا بصح ما عارفين كاع واش راهم يقولوا. ركب المهولني شق الجبال حتى بقولي اللي ركب سكينه وولي وفيها بزاف.